قصتنا الليلة بتحكي عن بنت سودانية اسمها آية، عمرها 21 سنة. ركز عشان القصة حقيقية. آية عندها 3 أخوان و3 أخوات. ما كانت مؤمنة بوجود الجن والشياطين، وبتضحك لما تسمع القصص دي. آية كان عندها فضول زايد عن اللزوم، فضول مخليها تسأل وتفتش وتفكر إنها ممكن تشوف يوم من الأيام جن. في منطقتهم كان في بيت مهجور، الناس بتقول إنه مسكون. آية قررت تدخل البيت وتشوف الحاصل فيه بنفسها. دخلت البيت وما كان في شيء غريب. اللفت نظرها سلسل واقع في نص الأرض، سلسل العنقاء. الناس اللي بتعرف سلسل العنقاء شكله عادي، بس فيه طاير بالجناحين. آية شالت السلسل ومشت بيه بدون ما تقول لأي زول، ومن هنا بدت القصة. في اليوم الأول آية كانت نايمة في غرفتها، وفجأة الكهرباء قطعت. قامت من السخانة، ولما فتحت عيونها لقت مرة قبيحة جدا نايمة جنبها وبتعاين لها، وعيونها زي الدم وشكلها مخيف، ولابسة نفس السلسل آية شالته من البيت المسكون. شغلت آية الفلاش لكن ما لقت شيء. صحت أختها وقالت لها أنا لقيت مرة نايمة جنبي. أختها قالت لها بتهيأ لك أمشي نومي ساي. لكن من الليلة دي الكوابيس ما وقفت، كل يوم نفس الشيء. آية بتصحى من النوم بتلقى نفس المرة نايمة جنبها، شكلها مرعب وبتضحك بصوت مخيف. آية كانت بتكلم أهلها وتقول لهم بشوف مرة نايمة جنبي كل يوم، لكن أهلها كانوا بيقولوا أنت شكلك بتهيأ لك أو أنت تعبانة. في يوم صحت آية من النوم ولقت ثعبان أسود كبير واقف جنب سريرها، والمرة دي المرة القبيحة اللي كانت واقفة جنب راسها بتقول لها كلام غريب. آية بتحاول تصرخ لكن ما كان في صوت بيطلع. بدأت تظهر عليها كدمات في جسمها، كدمات حقيقية، لدرجة إنها بقت توري أهلها، لكن برضو ما كان في زول مصدق. في يوم من الأيام كل الأهل طلعوا من البيت، بقت قاعدة آية وأختها صغيرة، كل واحد فيهم كان نايم في غرفة. آية صحت فجأة ولقت ثعبان ملفوف في جسمها والمرة القبيحة واقفة قدامها، لكن المرة دي الغرفة كانت مليانة شياطين وكائنات بشكل غريب، عيونهم حمراء وأصواتهم مرعبة، وكانوا بيصيحوا بصوت واحد: نحن دايرينك، نحن دايرينك، نحن دايرينك. آية كانت بتحاول تتحرك لكن جسمها ما كان بيتحرك. كانت بتحاول تستنجد لكن ما كان في صوت، صوتها مكتوم كأنه في زول كان خانقها. واحد من الشياطين قرب لها وقال لها انت فتحتي البوابة بالسلسل، وبعد كده ما في رجعة، انت بقيتي ملكنا والسلسل مربوط في رقبتك. كل ما تحاول تشيل آية السلسل بتحس انه بولع نار وبيحرقها. آية بدأت تفقد وعيها، ولما فاقت لقت نفسها في المستشفى. أهل ودوها المستشفى ولقوها طايحة في الأرض، جسمها كله كدمات، وكانت بتتكلم كلام غريب. ومن اليوم داك آية ما بقت زي الأول، بقت ساكتة، عيونها دايما سرحانة، بتكتب كلمات غريبة في الحيطة. ناس المنطقة بيقولوا إنه آية ما رجعت من ما دخلت البيت المسكون، وإنه الظاهر في بيتهم دي جنين، وكل ما يلمس السلسل ده بيتفتح نفس البوابة، البوابة اللي ما فيها رجعة، بوابة عالم الجن. ومن وقتها اختفت آية، وبعدها شب حريق في منزلنا آية وتوفوا كل أهلها. قصة آية قصة حقيقية من منطقة من مناطق السودان. لو عايز تشوف وتسمع القصص دي تابعنا كل أسبوع، حتنزل قصة جديدة. السلام عليكم.